ومن سيئات أعمالنا إنه من يهدي الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخلقه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين فاللهم صلاة وسلاما دائمين أتمين عليك يا خاتم المرسلين. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. الا وان خير الكلام كلام ربه وخير هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. أما بعد فإن الله هدي الوجوه الطيب وسد الله هدي الأنفس وشرح الله هدي الصدور وجمعنا الله وإياكم في جنة عرضها كعرض السماوات والأرض وعدة للمتقين. عباد الله، نظرا لما نراه يحدث في بعض البلاد العربية من فتن وانقسامات وحروب أهلية بين المسلمين بعضهم البعض، ونظرا لماذا يقدرون هذا البلد الطيب، فموضوعنا في هذا الجمع الطيب بمشيئة الله عز وجل بعنوان مجاهد مصر في الاسلام. وحتى لا اطيل على حضراتكم فخير الكلام ما قل ودل، موضوعنا يتلخص في ثلاثه عناصر. العنصر الاول مصر فضلها الله. العنصر الثاني من فضائل مصر. العنصر الثالث والاخير واجبنا نحن مصريين. العنصر الاول بعد ان صلى على النبي صلى الله عليه وسلم مصر فضلها الله. ربنا سبحانه وتعالى ذكر اسم هذه البلد الطيبه في القران الكريم في اكثر من ايه، فقال سبحانه وتعالى في سورة يوسف: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه. وقال جل شأنه في سورة يوسف: ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. وقال سبحانه وتعالى: وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأوا لقومكم بمصر بيوتا. فربنا سبحانه وتعالى تكريما لهذه البلد الطيبه ذكرها في القران الكريم، فلا يجب على احد منا ان ينتقص من فضل هذه البلد الطيبه، فيكفي ان الله سبحانه وتعالى ربنا عظيم، وما يتكلم ربنا سبحانه وتعالى الا عن عظيم، ولا يضرب المثل الا بعظيم سبحانه وتعالى. فحينما يتكلم ربنا سبحانه وتعالى في القران الكريم عن هذه البلد الطيبه فلا بد ان لها شأن عند رب السماوات والارض سبحانه وتعالى. وهذا هو العنصر الاول، مصر مفضله. العنصر الثاني من فضائل مصر، بعض الناس استهزأ يقول لك مثلا يا عم انتوا صدعتونا، عرفنا من مصر النيل والاهرامات، شوف حاجه. لا، انا مش هقول لك مصر النيل والاهرامات مع احترامنا للحضاره المصريه، لكن لو قلنا الكلام افضل من 1000 هرم وافضل من 1000 نيل. يكفي ان مصر هي البلد الوحيده في العالم التي تجلى الله سبحانه وتعالى لأرضها. فسيدنا موسى عليه السلام حينما قال لربه سبحانه وتعالى: أرني أنظر إليك،
عايز اشوفه. اولا سيدنا موسى مش بيستهزئ برؤيه ربنا سبحانه وتعالى. ازاي؟ بني اسرائيل طلبوا نفس الطلب من ربنا سبحانه وتعالى واهلوا حينما قالوا لسيدنا موسى ارنا الله جهلا ورنا ربك ورنا الهك يا موسى. طب ليه ربنا اهلهم وما اهلاش سيدنا موسى؟ لان بني اسرائيل لما طلبوا رؤيه الله سبحانه وتعالى طلبوها استهزاء بالله سبحانه وتعالى. اما سيدنا موسى حينما قال لربه ارني انظر اليك طلبها اشتياقا لربه سبحانه وتعالى. سيدنا موسى مشتاق يشوف ربنا سبحانه وتعالى بقالي سنين معبودك، بقالي سنين معبودك يا رب. فاشتاق قلب موسى عليه السلام لرؤيه ربه سبحانه وتعالى فقال ارني انظر اليك، نفسي اشوفك، اسال الله ان يحرمنا من النظر الى وجه الكريم سبحانه وتعالى. فقال ربنا سبحانه وتعالى سيدنا موسى لن تراني، لكن من لطفه سبحانه وتعالى لم يقل لن تراني ابدا يا موسى. لو قال كده يبقى لا في الدنيا ولا في الاخره، لكنه قال لن تراني يعني لن تراني في الدنيا يا موسى، لان انت يا موسى مخلوق على دقه ما تتحملش رؤيه الله سبحانه وتعالى في الدنيا. لكن تكريما لموسى وعشان نتعلم قال له ربنا سبحانه وتعالى ولكن انظر الى الجبل فان استقر مكانه فسوف ترى. بص يا موسى لجبل الطور اللي في سيناء على ارض مصر، جبل عظيم، بص انا اتكلم عليه اتحمل الشكر. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. بمجرد ربنا سبحانه وتعالى تجلى نور فقط على جبل الطور، الجبل مخلوق من مخلوقات الله وجند من جنود الله. فلما الجبل استشعر بس كده حاليا تجلى الله سبحانه وتعالى عليه لوحده لم يتحمل ايضا لله سبحانه وتعالى. يعني الجبل ما تحملش جلال الله سبحانه وتعالى عليه، فالجبل وقف في الارض لا يعرف يمين ولا شمال، هيفل فين؟ دكه يدخل في الارض وخر موسى صعقا. ده سيدنا موسى بيصعق ليه؟ ده ما شافش الله سبحانه وتعالى. صعق موسى لرؤيه الجبل وهو يندمج في الارض. رحم الله شيخ الشعراوي لما قال يا سيدنا موسى فانك لن تتحمل رؤيه المتجلى عليك. انت ما استحملتش يا موسى تشوف الجبل اللي الله سبحانه وتعالى يتجلى عليه، فما بالك برؤيه المتجلي سبحانه وتعالى. امال بقى كلمه المتجلي سبحانه وتعالى ايه؟ لما الجبل مش مستحمل تجلي الله سبحانه وتعالى عليه، فما بالك برؤيه المتجلي سبحانه وتعالى. ايضا من فضائل مصر ان هذه البلد تباهى بحكمها اقوى صاحب العالم وهو فرعون. ألم يغضب فرعون أمام موسى عليه السلام ويقول أليس لي ملك مصر؟ يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون؟ يعني فرعون شايفها ميزة، كفاية إن أنا رئيس مصر، كفاية إن أنا بحكم بلدي. يعني هو بيتكبر على سيدنا موسى بحكمه لمين؟ لمصر. فهذه من فضائل مصر. أيضا من فضائل هذه البلد أن الله سبحانه وتعالى كلم على أرضها موسى. بل من فضائل هذه البلد أن الله سبحانه وتعالى قدس أرضها كما قدس أرض مكة. يعني أنت تقول إيه؟ ربنا قدس أرض مصر كما قدس أرض مكة. نعم. قال ربنا سبحانه وتعالى سيدنا موسى حينما كلمه في طور سيناء إني أنا ربك فاخلع عليك. اخلع نعمل ايه؟ اخلع نعمل ايه؟ انك بالوادي المقدس طور. يا موسى تكريما لهذا الوادي المقدس في ارض سيناء اخلع عليك يا موسى. ليه يا رب؟ انك بالوادي المقدس طور. تكريما لهذه الارض يا موسى اخلع عليك. يبقى البلد ليها فضل عند ربنا سبحانه وتعالى، ليها فضل وليها مكانه عند ربنا سبحانه وتعالى. أيضا من فضائل هذه البلد أن الله سبحانه وتعالى ضرب بأهلها الملك. الملك هي فيها خطاب
سنة الأنبياء. إيه الدليل؟ اقرأ قول الله سبحانه وتعالى: وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه. من آل فرعون يعني من عندك الضوء من المقربين لفرعون آمن سيدنا موسى ولكنه يكتم إيمانه. أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟ انتوا بتقولوا سيدنا موسى رجل بيقول ربي الله اختار الله سبحانه وتعالى إله له حر. هذا الرجل ربنا سبحانه ما ذكرش اسمه، ما قالش فلان قال رجل، لكن يكفي ان الله سبحانه وتعالى لما وصفه بالرجول قال ايه؟ وقال رجل، ما قالش وقال ذلك. كل الرجال كل الذكور رجال، كل الرجال ذكور وليس كل الذكور رجال، احنا كلنا ذكور، لكن صدق الرجوله زي واحد. فربنا سبحانه وتعالى يصف هذا الرجل بانه رجل يصدق بالرجوله لانه دافع عن سيدنا موسى عليه السلام. والرجل الاخر وجاء رجل من اقصى المدينه يسعى قال يا موسى ان الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج اني لك من المسلمين. ارجع يا موسى من مصر. ليه؟ فرعون بيجتمع مع الملأ على قتلك كالمسلم اللي نصر سيدنا موسى بالقتل كالمسلم، يعني من اهل هذه البلد. فمصر بلد الابطال والامناء والشرفاء بشهاده رب الارض والسماء. ايضا من فضائل مصر ان سيدنا عمرو بن العاص رضي الله عنه حينما كان واليا عليه الطائف ولايه مصر تعد الخلافه، حكم مصر له كده قد حكم العرب كله. وقال عبد الله بن عمرو بن العاص: من اراد ان ينظر وكانه ينظر الى الفردوس فلينظر الى ارض مصر. مصر يا عباد الله قال عنها كعب الاحبار: لولا رغبتي في الشام لسكنت مصر. لولا انا بحب ارض الشام كنت اسكن مصر. فلما سالته لماذا قال: لاني احب هذه البلد واحب اهلها. بل يكفي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابه الكرام قبل موته: انكم ستفتحون ارضا، يعني الاسلام يوصل ارض معينه كده. ماذا يا رسول الله؟ قال: يذكر فيها القراط. القراط يعني لو قالوا اهل كل بعض ونجيب قراط هو الارض يعني. طب نعمل ايه يا رسول الله؟ شوف قال: فاستوصوا باهلها خيرا. خلوا بالكم من اهل البلد دي. ليه يا رسول الله؟ فان لهم ذمه ورحمه. ده مين اللي بيتكلم؟ سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وصف الصحابه الكرام على اهل هذه البلد. مصر يا عباد بلد البلاد. يكفي ان هذه البلد مشى على ترابها خليل الرحمن الرحيم، مشى على ترابها نبي الله يعقوب، مشى على ترابها نبي الله موسى، مشى على ترابها نبي الله عيسى، مشى على ترابها ام موسى عليه السلام، مشى على ترابها مريم ام المسيح ابن مريم عليه السلام. فمصر بلد الانبياء. وسيدنا يوسف عليه السلام حينما دخل مصر هو غريب ليس من اهلها قال: اللهم اني غريب فحببها اليك والى كل غريب. يا رب الغريب مش من هنا، مش من اهلها، فحببها اليك والى كل غريب. فاستجيبت دعوه يوسف عليه السلام فما دخل مصر احد قط الا احبها واحب البقاء فيه واحتواه اهله. بل مما تشرف به انه في عام رمضان، في عهد سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، في عهد سبحان رمضان حصلت مجاعه في مدينه رسول الله. مجاعه يعني ايه؟ مفيش طعام مفيش شراب، الناس بتموت من جوع. صحابه رسول الله يموتون جوعا في مدينه رسول الله. كانت مصر وصلها الاسلام، وكان الوالي على سيدنا عمر بن العاص. فسيدنا عمر رضي الله عنه جميعا ارسل رساله لسيدنا عمر يستغيث بها سيدنا عمر. قال: الفوز المدد القسم على الفرد. قام سيدنا عمرو بن العاص ورد عليه في رساله اخرى وقال: يا امير المؤمنين، لقد
منين؟ من قوت أهل هذه البلد، من جبهه. فشعب هذه البلد من أول الشعوب التي ساندت صحابة رسول الله في عالم الخير. أول دولة في العالم وقفت تساند مدينة رسول الله وتخرج له الطعام والشراب. أرسل لها قوافل من الطعام والشراب أولها عندك في المدينة وآخرها عندك في مصر. دي صيحة لمصر. ليه؟ لأن هذه البلد قال عنها سيدنا يوسف: اجعلني على خزائن فيها خزائن الأرض، فيها بركات الأرض، تجعلنا عليها رحمة سبحانه وتعالى. فأنا لم تقص من قبل هذه البلد يا عباد الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. عباد الله، أيضا من فضائل هذه البلد أنك إذا ذكرت الكعبة ذكرت المسلمين. لما تذكر الكعبة اذكر المسلمين. الكعبة اعرف الكعبة بالمسلمين. إذا ذكرت الكعبة فاذكر المسلمين، لأن كسوة الكعبة ظلت تصنع في مصر حوالي 1000 سنة. 1000 سنة. الدولة الوحيدة في العالم اللي كانت بتصنع كسوة الكعبة هي مصر. إذا ذكرت أركان الحج ذكرت المسلمين. لما تذكر السعي بالمسافة والمروة اذكر المصريين. ليه؟ لأنه كان تخليدا وتقليدا للسيدة هاجر المصرية زوجة إبراهيم عليه السلام. إذا ذكرت ماء زمزم ذكرت المصريين. طب ماء زمزم في مكة يجري في مكة. ما خرج ماء زمزم من أرض الأرض إلا تلبية لهاجر المصرية وولدها إسماعيل أربعة. حتى مما يذكر الرئيس الراحل قال وسيدنا رحمه الله لما وقف قدام اللي كانوا بيقولوا في المؤتمر ان مصر اصلا مش عرب، بيتبروا مصر يعني مصر اصلا مش عرب، انتوا مش من العرب. فالرئيس محمد السادات قال كلمه حلوه، قال نحن اصل الارض، نحن اصل الارض. هاجر المصرية هي زوجة إبراهيم وأم إسماعيل أربعة. العرب أصلا ما وجدت من الناس سيدنا إسماعيل، يعني العرب جدهم الأكبر هو سيدنا إسماعيل عليه السلام، وسيدنا إسماعيل عليه السلام أم هاجر المصرية. فنحن أصل العرب. فإذا كان هناك من يريد الانتساب فلينتسبوا هم لمصر وليس لمصر بلد. وأيضا مما قاله الرئيس الراحل صدام حسين رحمه الله قال لو جاء العرب لأطعمتهم مصر. العرب كلهم عايزين ياكلوا مصر تكمل وشرب لأن فيها خزائن الأرض. أما إن جاء مصر فلن يستطيع العرب أن يتعبوا. يحدث بقى إلا لما مصر بتطلع سفر مجاعة العرب كلهم يتعبوا. أما إذا جاء العرب أطعمتهم مصر. والشيخ الشعراوي رحمه الله حينما كان في المؤتمر وقال احد امامه ان مصر دوله كافره او امه كافره. الشيخ الشعراوي قال مصر هي التي صدرت الاسلام الى الدنيا كلها، صدرته حتى الى البلد الذي نزل فيه الاسلام. يعني مصر صدرت الاسلام حتى الدوله اللي نزل فيها الاسلام. انت ليه؟ بص للاصل نعمة من ربنا سبحانه وتعالى بدرت الإسلام العالم. عندك الأزهر الشريف بيجي طلاب تطلق فيه العلم الشرعي من المملكة العربية السعودية. يعني ده جاي من الدولة الأرض اللي كان فيها مهبط الوحدة أصلا، ومع ذلك جاي يطلب عندك الإسلام والعلم الشرعي في مصر. كل هذا يتعلق في الفضاء الذي يتعلق. طب وجيبنا نحن مصر عمل كل فضاء مصر بعد لا يعني. المشكلة إن بعض الناس لما يشوف بعض السنة في الدولة أو حد يزعله أو أي حاجة في الدولة يزعلها يشغل البلد، يسيب البلد. يا عم مالناش علاقة بالتعامل من فلان أو الحكومة أو مالناش علاقة، ما تدخلهاش في البلد، ما تسيبش البلد. البلد دي لها قدسية تدعي بيها، والله ما بنطبق حاجة، دي شريعة، ده دين، بقول لك ربنا ده كتب عليها، النبي وصى الصحابة عليها، والأنبياء جميع الأنبياء ماشوا على ربنا. يجي البلد دي كذب
البلد دي اسوء بلد في الدنيا، ايه العالمي ويجي شاب يا عم حرام عليك. ده سيدنا يوسف ذكرها ان هي فيها خزائن الارض، بدل ما تدعي عليها ادعي لها بالتوفيق، بدل ما تدعي لها يقول لك انا تروح في داهيه، تروح في داهيه وانت عايش فين يعني مش على الضيق. فسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم علمنا ان حب الوطن كمان عند دليل مكه المكرمه اللي عاش على ربها سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم حينما كرموه اهلها ووقف على حدودها وقال لها والله يا مكه انك لاحب بلاد الله الى الله واحب بلاد الله الي، ولولا ان اهلك اخرجوني منك ما خرجت. شوف حب النبي للبلد، حب النبي وطنه. يعني انا لما اخذ النبي قدوه اخذ حب البلد، مش همشي ورا الجماعه المتطرفه الارهابيه اللي بتدعي ان انا لما افكر ولا لما اضبط ولا لما اخرب ولا لما اكسر في بلدي انت كده بتنكر الاسلام. والله الاسلام بريء من كل دول. اوعى حد يحرك البلد، اوعى حد يحرك عقيدتك، اوعى حد يحرك عقيدتك لما تفكر نفسك في عيون شرطه ولا في صدر ولا في في الجيش بيقضي الخدمه الاساسيه بتاعته انت بتخدم الدين. الاسلام بريء من كل البلد. ربنا سبحانه وتعالى علمنا ان انا ما اقتلش حد ولا اتعب حد ولا احارب حد. كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول للصحابه الكرام لا تقتلوا طفلا، لا تقتلوا امراه، لا تقتلوا شيخا كبيرا، لا تحاربوا قوما في دور العباده حتى لو نسيت الكنيسه. اوعى تفضلوا، اوعى تكملوا. طب نعمل ايه يا رسول الله؟ قاتلوا من حمل عليه الاسلام. اللي يجي على بلدك اتعدى عليه، اللي يحارب بلدك حارب. انما يقول لك روح فضل نفسك، روح دمر نفسك، انت بتخدم الدين. اقسم لك بالله العظيم الاسلام بريء من كل هذا. ونسال الله سبحانه وتعالى في هذا الجمع الطيب المبارك ان يحفظ مصر ويحفظ الامين. اللهم احفظ مصر